بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا بقى النهاردة أجمل عشوة خفيفة وجميلة، إيه هي؟ البيتزا السايلة. عندي هنا كوبايتين دقيق، نزلت عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، قلبتهم كويس مع بعض. هنا لقيت الدقيق شويه كده، فضفت كمان كوبايه ونزلت عليهم بكوبايتين ميه بالتدريج. يبقى احنا كده مقاديرنا 3 كوبايات دقيق، طبعا دقيق منخول. هنزل بالراحه او بالميه، واحده واحده كده علشان العجينه ما تسيلش مني خالص. كل شويه بضيف ميه بسيط. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا كده خلصت عجين، نزلت بمعلقتين زيت، هلف بيهم العجينة بالشكل ده. خلاص كده العجينة بتاعتي بقت جاهزة، مفيش فيها أي حبيبات. غطيتها كده بالغطا وفوقها أي قماشة موجودة عندك، أي فوطة مطبخ، وهسيبها بقى تخمر شوية. في الوقت ده بعمل السلطة بتاعت البيتزا أو صوص البيتزا. عندي معلقتين كبار صلصة، 3 معالق كاتشب، انزل عليهم بالثوم البودر والبصل البودر، معلقه كبيره ثوم بودر، معلقه كبيره بصل بودر. مش هحط زعتر لان احنا مش بنحبه في البيتزا. قلبتهم كويس جدا. عندي فلفل مقطع، وعندي السوسيز، احنا بنعملها النهارده بيتزا بالسوسيز. عندي دي صينيه مقاسها 40، دهنتها زيت كده وهديها رشه دقيق علشان البيتزا ما تلزقش فيها. ونزلت بالعجينه بتاعتي بعد ما طلعت منها، فرغت منها الهواء اللي كان فيها. هفردها بالراحه كده بهدوء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بضيف لها الصلصة بالراحة كده بالفرشة. طبعا ده عجينة سايلة فمش عايزة، يعني بتعوز تعامل بسيط. خلاص كده خلصت الصلصة ونزلت بالفلفل الأخضر وحطيت السوسيس اهوت. احنا بنحطش بصل ولا طماطم مع البيتزا، انت عايزة حبيبتي اللي انت عايزاه. خلصت كده الكمية. هنزل بقى بالموتزاريلا عليها وبدخلها الفرن. في الوقت ده انا مولعه الفرن على درجة 220. الفرن سخن، الفرن بتاعي بيولع من تحت بس، بتاع البوتاجاز بيولعش فوق وتحت، فانا بولعه وهي كده كده مش محتاجة نور من فوق عموما. خلاص كده دخلتها الفرن اهي. الجبنة بدأت تسيح، هي بتاخد نص ساعة وطلعت، وده الشكل بتاعها يا حبيبتي. ما شاء الله. لو عجبك الفيديو اتمنى منك لايك والاشتراك في القناة